هنعمل مع بعض النهارده طريقة المنجقونة البورسعيدية بأسهل طريقة ممكنة، من غير عجان، من غير خلاط، من غير مضرب كهربائي، من غير أي حاجة خالص. هنعملها على إيدينا من البداية للنهاية. يلا بقى يا حبايبي عشان أقول لكم على الأسرار اللي هتطلعها معاكم زي القطنة كده. ولو انتم مغتربين أو عندكم كده الأدوات بتاعتكم بايظة أو في أي حاجة مش تمام، هتعملوه النهارده على ايديكم. واشجعكم كده تفتحوا الفيديو ونعمل الوصفه مع بعضينا. اول حاجه نسمي بسم الله، ومتنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ومتابعيني لغاية الآن، ليه يا جماعة لسه ما اشتركتوش؟ انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. أول حاجة باحب ابتدي بيها أنخل الدقيق بتاعي. طبعًا تقدروا تعملوا الخطوة دي لو حابين، أنا باحب أنخله أي حاجة يعني باعملها باحب أنخلها. وطبعًا معايا كيلو دقيق كامل. طبعًا أنا استخدمت نوع ست البيت، تقدروا تستخدموا أي نوع عندكم، أهم حاجة يكون متعدد الأغراض. وبعد كده بدأت أنزل بالكوباية. عايزة أقول لكم الكيس عبارة عن 7 كوبايات معيارية زي ما انتم شايفينها كده بالظبط. يعني هنحتاج النهارده 7 كوبايات من الدقيق. واهم حاجه يكون متعدد الاغراض. وبعد ما نخلته هبتدي احطه على جنب بقى واشوف تاني خطوه معايا. اول حاجه جبت بوله كده وهنزل عليها بمعلقتين من الخميره الفوريه. عايزه اقول لكم كل كيس من الخميره الفوريه موجود فيه معلقه بس، يعني انتوا لو جيتوا تعايروه هتلاقوهم عباره عن معلقه كبيره. وتنزلوا عليه بتلات ارباع كوبايه من السكر وعليهم كوبايه من الحليب الدافي. طبعا عايزه اقول لكم دافي يعني ماهوش سخن قوي ولا بارد. ونضيف عليهم معلقتين من اللبن البودر زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده نيجي لخطوة البيض بتاعنا. هنجيب 3 بيضات زي ما انتم شايفين، وهننزل في اتنين كده في بولة. وهنجيب بولة تانية وهنبتدي نقسم البيضة بتاعتنا. هناخد البياض مع البيضتين والصفار هنحطه في البولة التانية. وهقول لكم هنحتاجه في آخر الوصفة، يعني مش هنستخدمه الوقت خالص. هنعينه لآخر الفيديو بإذن الله، هقول لكم هنعمل بيه ايه. تنزلوا بقى البيض على باقي المكونات اللي احنا حاطينها مع بعض. وبعد كده نص معلقة من الملح صغيرة، ومعلقة فانيليا صغيرة، ومعلقة كبيرة من الخل. وطبعا تجيبوا المضرب اليدوي وتقلبوا بقى الخليط ده كويس جدا لغاية ما السكر يختفي تماما ويبقى سايل معاكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يعني ما تسيبوهوش الا لما يبقى مفيش اي تكتلات فيه. بعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا. وفي الاول بس هنقلبه بالسباتيولا كده عشان بس ما يبقاش بيلزق قوي في ايدينا لغاية ما نخلطه بس. وبعد كده هنشتغل بايدينا طبيعي خالص، مفيش اي حاجة صعبة بإذن الله. يعني هاقلّبه كده لغاية ما أحس إن الدقيق خلاص مش نافع يتقلّب معايا. هابتدي أشيل الإسباتولا وأشتغل بإيديّا زي ما أنتم شايفين. هاقعد أقلّب فيه لغاية ما أحس اللي هو عمل زي الحبيبات كده تقيل معايا خالص، ما عادش فيه سوايل يقدر يمتصّها. هابتدي أجيب كوباية من المَيّة الدافية وهانزّلها بالتدريج. وعايزة أقول لكم أنا مسرّعة الفيديو جدًا عشان ما ياخدش معاكم وقت بس في العجن. لكن عايزة أقول لكم اللي أنا قعدت أعجن فيه 5 دقايق وسِبته كمان 3 دقايق على الرخامة كده. الدقيق يمسك مع بعضه كده ويشد نفسه ويبقى يبتدي يبقى فيه عرق كده. وانا كمان اريح ايديا شويه عشان ايديا بتتعبني برضو. وبعد كده ارجع اشتغل تاني فبيطلع معايا بكل سهوله ويتعجن كويس جدا جدا. بعد ما جيت اشتغلت بعد ما ريحت ايدي 5 دقايق كده واشتغلت في العجينه تاني. عايزه اقول لكم ان احنا ما بنسيب العجينه كده، احنا بنخلي العرق كده ينشط في قلب العجينه وتبقى سهله معانا شويه. آخر خطوة بقى بنعملها في العجينة بتاعتنا، عايزة أقول لكم المادة الدهنية. المادة الدهنية عبارة عن نص كوباية من الزبدة السايحة، سيحتها طبعًا على النار قبل ما ابتدي الوصفة خالص. وسبتها تهدى خالص على الرخامة عشان أقدر أشتغل فيها. وكمان نزلت عليها بمعلقتين من الزيت النباتي. وقعدت أعجنهم كويس مع بعض لغاية ما المادة الدهنية ما عدتش شايفاها خالص. أقدر بعد كده أدهن دهنة زيت كده حلوة على الرخامة وأنزل العجينة بتاعتي عشان أقدر أشتغل فيها براحتي وأعجنها كويس وتاخد يعني الخدمة بتاعتها مضبوطة. عايزة أقول لكم قعدت أعجن فيها لمدة 10 دقايق، كل ما تعجني فيها أكتر كل ما تبقى ناعمة معاكم وهشة جدًا. ودي من الأسرار اللي بتخلّي العجينة بتاعتكم هشة وزي القطن. وعايزة أقول لكم ما تقلقوش خالص لمّا تلاقوا العجينة أول ما تنزلوا بالمادة الدهنية كده بدأت تقطّع معاكم كده، ما تقلقوش. هي أمّا تبدأوا تعجنوا فيها كويس أوي، أوي وأكتر هتلاقوها ترجع تلِم معاكم تاني وتبقى طرية وتنعم كمان وما عادش تلزق في إيديكم ولا أي حاجة خالص. لكن في البداية تبدأ تقطّع كده، فأي حد ممكن يتخض بقى يفكّر كده العجينة باظت منّه. لأ، مع استمرارية كده العجن هتلاقيها لمِّت وبقت زي الفل. حبيت أقول لكم على النبذة دي عشان ما انساهاش. وحد بقى إيه وهو بيعجن كده يفكّر إن هي العجينة خلاص يعني مش عارف يلمّها أو أي حاجة خالص. هي بس في البداية وبعد كده تمام.
غطيتها بقى بورق استرتش، بس أهم حاجة تدهنوا كده البولة كده بدهنة زيت مضبوطة، وترشوا كمان رشة خفيفة كده على الوش عشان ما يلزقش في أي حاجة مغطيينه فيها، وتغطوها كده كويس وتسيبوها على الرخامة في أو مكان دافي كده في المطبخ، وتسيبوها لغاية ما تخمر تمامًا. عايزة أقول لكم قعدت معايا نُص ساعة، طبعًا لو الجو بارد ممكن توصل معاكم لغاية ساعة. أهم حاجة ما تشتغلوش فيها يا جماعة إلا أمّا تخمر خالص وتبتدي يعني تلاقوها تعلى كده وتاخد الوش اللي أنتم شفتوه ده الجميل ده، تعرفوا اللي هي بإذن الله هتطلع معاكم هشة جدًا، جدًا وطرية، غير كده تطلع ناشفة معاكم العجينة ومش مضبوطة تمامًا. بعد كده ننزّلها على الرخامة زي ما أنتم شايفين، وبدأت أطلّع الهوا منها، و قسّمتها كده بالطول، وقطّعتها كده بقطّاعة البيتزا، قطّاعة عندكم أي حاجة المهم تقطّعوها كده، وطبعًا لو عندكم ميزان تقدروا تستخدموا الميزان لو أنتم عايزين كل قطعة قد التانية بالضبط، لكن أنا عملتها كده بعناية كده تقريبًا كده، والحمد لله يعني أقدر أوزنها كويس أوي يعني، وفي كِوَر سِبتها كبيرة شوية عشان هاعمل بيها شكل معين هتشوفوه معايا دلوقتي. هابقى محتاجة الكورة كبيرة شوية وفي كور عملتها صغيرة، وبدأت أشكل بقى المنجقونة زي ما انتم شايفين في الشكل المشهور بتاعها والمعروفة بيه، اللي هو زي الحلزون ده. هي ما شاء الله سهلة جدا، المهم وانتوا بتبرموها كده وتعملوها اسطوانة كده تبدأوا تبرموا من الوسط للطروف عشان الطروف ما تبقاش رفيعة والوسط بيبقى سميك شوية. وبعد كده اما افردها بالطول اللي انا عايزاه كده، وابتدي أشكِّل بقى، أروح جايبة كده الحتّة اللي في النُص وضاغطاها كده بحيث تكون تحت العجينة، وابتدي ألفّها زي الحلزون كده وأقفلها، وأهم حاجة الطرف الأخير والطرف الأولاني يكون من تحت ومضغوط بحيث وهي بتخمر ما يتفكِّش ولا يتفتّح معاكِ خالص. نيجي لتاني شكل بقى وهنعمله مع بعض، وعايزة أقول لكم في ناس كتير بتستصعبه وهو شكل الضفيرة، وهو سهل جدًا وحبّيت أوريه لكم، يعني مهما أشرح لكم هو أنتم لازم تشوفوه بعينكم كده بيكون يوصل لكم المعلومة أسرع. وهنا بنحتاج الكورة الكبيرة اللي أنا قُلت لكم عليها، اللي باكون عاملة كورة كبيرة شوية، بابتدي أقطّعها على 3 وأبتدي أبرُم ال3 الكور دول بالطول، ولازم يكون السمك بتاعهم قريب لبعض جدًا والطول، وأبتدي أرصهم زي ما أنتم شايفين، وأفضل ألفّها كده يعني الصورة أوضح من الشرح بتاعي أكتر. ولازم البداية والنهاية تضغطوها كويس يا جماعة، لإن الضفيرة بالذات ولو سبتوها بتفِك. طيب إيه الشكل التالت يا شيماء اللي يكون أسهل من الضفيرة؟ لإن في ناس كتير عندها الضفيرة دي بتبقى معقّدة في حياتها شوية. الشكل التالت اللي إحنا زي الوردة كده، هنجيب 2 بس ونبرمهم زي ما أنتم شايفين كده واحدة على واحدة، يعني ما فيهاش أي صعوبة خالص. بس أهم حاجة وأنتم بتقفلوها في الآخر لازم تقفلوها كويس جدًا، تضغطوها عشان ما تفتحش منكم ساعة التخمير. نجيب بقى صفار البيضة اللي إحنا كنا عاينينه وننزل عليه ب4 معالق من الحليب ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ونقلّبهم كويس ونبتدي ندهن وش المنجقونة اللي إحنا عملناها الجميلة دي. عايزة أقول لكم الخطوة دي بتدّي لها لون حلو كده ولون محمِر كده، يعني هو لون خطير صراحة يعني، بتدّي لها لون حلو جدًا. وعايزة أنبّهكم الأسطوانة يا جماعة ما بندهنهاش أي حاجة، يعني إحنا بنرص العجينة على طول وما بنحطّش فيها أي مادة دهنية. عايزة أقول لأي حد مكمّل معايا الفيديو لغاية الآن، عايزة أقول لكم شكرًا جدًا، أشكركم على كل كلمة حلوة بتكتبوها لي في التعليقات، وكمان ما تنسوش حبايبي تشيّروا الفيديو على قد ما تقدروا كده لكل حبايبكم، وكمّلوا معايا الفيديو للآخر عشان لسه بقية أسرار المنجقونة لسه هنقولها في آخر الفيديو. بس بعد ما اديتها وش بقى بالصفار البيضا ده، جبت بقى رشة سكر كده ويكون سكر خشن، ورشيت على شكل الوردة ده. لو حابين تضيفوه ضيفوه طبعًا، دي بترجع لكم أنتم. وحبيت أضيف السمسم كده على شكل الضفيرة، حابين تضيفوه برضه دي ترجع لكم أو لأ. وكمان شكل الحلزون ده أو المنجقونة كده على شكل الحلزون دي ما حبيتش أضيف لها أي حاجة خالص. وعايزة أقول لكم بندخّلها بقى إيه، الفرن بس لازم نخمّرها نُص ساعة. يعني يا جماعة بعد ما نشكِّل وأدهنها وشّها وأضبّط الدنيا خالص، أحطها على الرخامة كده في مكان دافي لغاية نُص ساعة كده لمّا تلاقي شكل المنجقونة حجمها اتضاعف. اوعوا تدخّلوها الفرن وهي ما اتخمّرتش لتاني مرّة يا جماعة. أول تخميرة وهي عجينة بتقعد نُص ساعة، تاني تخميرة لمّا نشكّلها. خلاص كده يا جماعة، وندخّلها على فرن سابق التسخين على درجة حرارة عالية جدًا. شوفوا أعلى حاجة عندكم إيه، يعني أنا عندي أعلى حاجة 180، لو عندكم 200 شغّلوها على 200.
أهم حاجة وأهم خطوة إن الفرن بيكون سخن جدًا، لو دخلت المنجقونة والفرن بارد عايزة أقول لكم بتنشف معاكم وما بتبقاش ولا طرية ولا هشة ولا أي حاجة خالص، عايزة أقول لكم لازم سخونية الفرن يا جماعة بيبقى سخن جدًا، وهي بتخش الفرن بتقعد 10 دقايق، بس طبعًا لازم تكون أخدت مدة التخمير بتاعتها كاملة، يعني بعد نُص ساعة وتلاقي حجم الضفيرة، حجم المنجقونة كده اتضاعف ما شاء الله، ساعتها بقى تقدروا تدخّلوها الفرن وأنتم متطمنين مليون في المِيّة اللي هي بإذن الله هتنجح معاكم وهتطلع زي القطنة زي ما أنتم شايفين كده. عايزة أقول لكم ما شاء الله ريحتها حلوة جدًا وشكلها حلو أوي، أوي، أوي. وزي ما أنتم شايفين شكل الورد ده كان جميل جدًا، يعني لو عايزين تعملوه ومش عارفين تعملوا الضفيرة خالص تقدروا تعملوا الشكل ده، بيكون سهل جدًا وبسيط. وعايزة أقول لكم طول ما هي في الفرن يا جماعة هي بتاخد 10 دقايق في الفرن، يعني ما ينفعش نسيبها طبعًا لازم كل شوية نلِف الصينية عشان تاخد لون من جميع الجوانب والتسوية تطلع مضبوطة. عايزة أقول لكم أمّا بتطلع من الفرن ما باغطّيهاش خالص، عايزة أقول لكم هي بتبقى طرية جدًا وهشة كده، يعني زي ما شُفتوا في أول الفيديو ومعايا كمان دلوقتي، وبتطلع زي القطنة ما شاء الله، ويعني ملمسها حلو أوي وطعمها حلو، يعني من غير ما نغطّيها ولا أي حاجة. باقي سر واحد بس هاقول لكم عليه، وهو سر لمعان المنجقونة كده بالشكل ده، وهي أول ما بنخرّجها من الفرن بندّيها دهنة كده بالفرشة زبدة سايحة أو سمنة سايحة المتوفر عندكم، عايزة أقول لكم بتدّي لها ريحة حلوة جدًا، جدًا، وكمان طعم حلو جدًا، 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 يعني بإذن الله أمّا تجربوها يعني هتعتمدوا الطريقة دي بإذن الله، يعني ما شاء الله. وبكده أكون قُلت لكم على كل حاجة، وبإذن الله الفيديو يكون عجبكم، ولو محتاجين أي استفسار أو أي سؤال تقدروا تكتبوه لي في التعليقات وبإذن الله هارُد عليكم، وعايزة أقول لكم كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه، ما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعّلوا كمان زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد بانزّله، ولكل اللي مكمّلين الفيديو معايا لغاية الآن، عايزة أقول لكم باحبكم جدًا ومع السلامة.